جديدة معروف دائما الكاتم المعدن اللي هو الألمنيوم أو الستيل دائما يبقى فيه اللي هو القرارة اللي يسمونها البعض الحكاكة، من يوم تكب الرز يبقى طبقة كثيرة. شلون نخليه كأنه التيفال تطلع الكيكة بكل سهولة بدون قر؟ نشوف حنا وياكم الطريقة بعد ما تجهز الطبخ. هاوين الطبخ والكبسات يعرفون ان المعدن طعمه غير الستيل ويفرق فرق واجد في الطعم، لكن عيبه الوحيد القرارة والغسيل، لكن دم يسوي هالحركة ونشوف حنا وياك. طبعا الآن الكبسة جهزت نطفيه بدون ما نفتح البلف أبد. كل اللي عليك تجيب بادية أو قدر حسب المتوفر عندك تعبي فيه موية يكون حجم الكاتم أصغر منه، وبسم الله الآن نبدأ بدون ما نفتح البلف أبد. نخليه في الموية بالشكل هذا الين تحس ان المويه شوي احترت، يعني ممكن اقل من الدقيقه. راح نجرب نشوف حنا وياكم، وبعدها مباشره نفتح الان البلف. ما عاد في شيء. بسم الله. توقعون ضبطت ولا لا؟ ترى اول مره اجربها للامانه، لكن نشوف هل القراره بتمسك ولا على طول بتطلع معنا كانها كيكه. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا شوفوا للأمانة فيه قرارة، لكن مي بزي قبل أبداً 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 أبداً. تشوفون على طول يعني تطلع معك بكل سهولة. يمكنني ما حطيتها في الموية بعد وقت أكثر ولا طلعت بكل سهولة. قبل أنتم تعرفون القطع السود، علما الكاتم هذا ترى دائما أطبخ فيه، يعني يبي لي أنقع عقبها 10 دقائق والله أشوف فيه فرق مرة. طبقوها جربوا شوفوا ما راح يضركم شيء، لكن والله جميلة جميلة.